اللعبة التي خلت الناس ما تروح المسجد. إنها اللعبة التي دمرت حياة الملايين. إنها تقدم. وياكم وقف يلا خلينا نزعل درع. اريد السيف يلا تعال. احلى شيء طبون. احلى شيء طبوني. مو مثله يجي يبكي، يا ريت يبكي صدق، يمثل انه يبكي. ساشو ما اقدر ابكي بس عيب انت رجال. تجي شباب والله ليش هيك مصطفى ليش؟ شيخ كبير في العمر يخاطب ابنه قائلا: بكم زل هجرت وبعت صاحبك يا بني؟ يعني كم مرة أخطأ في حقك صاحبك إلى أن هجرته وتركته؟ فقال ذلك الابن: بعت صاحبي ب89 زلة، أي أخطأ بحقي 89 مرة فتركته ولم أعد أتحمله. فقال ذلك الشيخ: أرخصته يا بني، أي بعته بثمن زهيد. تأملت هذا الموقف كثيرا فذهلت من ذلك الصديق الذي غفر لصاحبه 89 مرة ثم بعد زلته 90 تخلى عن صداقته. وعجبت أكثر من ذلك الشيخ الذي شبه التخلي عن الصديق بالبيع، وكأنه يقول 90 خطأ ليس ثمنا مناسبا لصاحبك، فهو أغلى من هذه القيمة. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ترى كم يساوي صاحبك من الزلات؟ بل كم يساوي إذا كان قريبا أو ربما صهرا أو أخا أو زوجا أو زوجة؟ بل الأكبر من ذلك: بكم زلة قد تبيع أمك أو أباك؟ بكم؟ أخبرني بالله عليك.